تبقى قاعد بتتكلم مع حد وإذ فجأة يحصل صمت غريب ما بينكم انتوا الاتنين ويبقى فيه صوت صرصور الحقل. ليه في لحظة ما في وسط النقاش انتوا الاتنين ما بقاش عندكم مواضيع تتكلموا فيها؟ وايه هي المواضيع اللي انت ممكن تفتحها بحيث ان طول ما انت قاعد مع حد في دايما مواضيع بتتكلموا فيها، ما يبقاش في لحظات من الصمت الغريب؟ تعال اقول لك تظبط الموضوع ده ازاي. اول حاجة، لو ما فيش اي حاجة تتكلموا فيها، بص على المحيط بتاعك. انا قاعد دلوقتي وبتكلم مع واحد صاحبي ومرة واحدة سكتنا وقاعدين في كافيه، ابدا ابص حواليا الاقي مثلا واحد هناك لابس تيشيرت النادي الاهلي، اقول له صحيح شفت الماتش بتاع الاهلي امبارح؟ الماتش كان غريب جدا، ونبدا نتكلم على الكوره. ابدا ابص بره الاقي مثلا ان الدنيا مغيمه قوي وبتاع، يقول لي انت عارف والله الجو المغيم قوي ده بيفكرني بالجو بتاع اوروبا لما انا كنت مسافر في المانيا، كانت دايما الدنيا مغيمه كده. فتحته موضوع جديد، الموضوع هيقعد يجيب موضوع. الخدعه الاولانيه، بتبص على المحيط بتاعك، تاخد اي موضوع من المواضيع اللي ممكن تفتحها من المحيط بتاعك وتفتح عليها موضوع وتتكلموا مع بعض. الحاجه الثانيه، انك لما تيجي تسال سؤال، اسال سؤال مفتوح، ما تسالش سؤال اجابته ولا. يعني ايه سؤال مفتوح؟ يعني مثلا بتكلم فاقول لك السؤال اللي اجابته ولا الاول، اقول لك انت انبسطت امبارح؟ فانت ترد عليا وتقول لي انبسطت امبارح، خلصنا ما اتكلمناش. لكن لما اسالك ايه اللي بسطك امبارح، فتبدا تحكي لي الحاجات اللي حصلت امبارح والحاجات اللي بسطتك من الحاجات دي، فيبقى انا كده فتحت موضوع كبير جدا ممكن تتكلم فيه. خلي بالك السؤال مفتوح ولا سؤال اجابته او لا. من احد الحاجات اللي انا كنت بعاني منها جدا اني اخش وسط جروب من الناس واتكلم معاهم، لان دايما هم عارفين بعض بيتكلموا مع بعض وانا ما اعرفش اي حد فيهم، فبضطر ان انا ابقى قاعد ساكت وما اعرفش اخش في النقاش. فمن احد الخدع اللي انت ممكن تعملها عشان تقدر تفتح النقاش، او لو انت قاعد مع مجموعه كبيره من الناس ومره واحده كلكم سكتوا في نفس الوقت ومفيش حد بيتكلم، اسالهم هم عرفوا بعض ازاي. فهتلاقي ان كل واحد فيهم بدأ يحكي ازاي يتعرف على الشخص التاني، وكلكم بقيتوا بتتكلموا مع بعض، فالدنيا برضو مشيت، ما بقاش في لحظات من الصمت. من المواضيع برضو اللي انت ممكن تسأل عليها الخطط المستقبلية. طب قول لي كده انت بتفكر في ايه؟ انا عرفت ان انت عايز تعمل كارير شيفت وتسيب الماركتنج وتنقل على الاي تي، طب عايز تنقل فين في الاي تي؟ فيبدأ ان هو يحكي معاك على الخطط المستقبلية بتاعته. وما احب هذا الموضوع لقلوب الناس، ان كل واحد يحكي على الخطط بتاعته. فكرة تانية، انك انت تقول مدح للشخص اللي قدامك، حتى وان كان المدح ده قد يكون غير حقيقي. قاعدين بنتكلم مع بعض فانت تقولي بس ما شاء الله شكل جسمك شادد شويه، انت بتنزل الجيم ولا ايه؟ لو انا بنزل الجيم فدي فرصه كويسه عشان هنبدا نتكلم على موضوع الجيم. لو انا ما بنزلش الجيم هقول لك لا، هو انا ما بنزلش الجيم، هو انت ليه قلت كده؟ فاقول لك عشان حسيت ان انت مثلا كتفك ما شاء الله طالع لفوق شويه، فنبدا ان احنا نفتح موضوع تاني، الرياضه والجيم والنزول والى اخره. برضه دي طريقه تانية ممكن تفتح بيها مواضيع. الحاجه الاخيره، ان انت ممكن تستخدم الميرورنج، او ان انت تعمل مرايه لاخر 3 ل 4 كلمات الشخص اللي قدامك قالهم وبعديها علامه استفهام. بمعنى، المثل ده شهير جدا على الفيديو اللي بقى ترندنج على التيك توك، اللي بقى ما اعرفش 3 4 مليون. المثل كان ايه؟ واحد بيتكلم معاك بيقول لك انا عملت دايت، فانت هترد عليه تقول له ايه؟ مبروك ان انت عملت دايت. فانت ممكن تساله زي ما قلنا في الاول سؤال مفتوح، تقول له ايه هو الدايت اللي انت بتعمله ده وليه انت بتعمله، فيبدا يحكي لك. او ترد عليه تقول له ايه ده انت عملت دايت؟ فهو يسمع يقول لك ده انا عملت دايت اسمه كذا كذا كذا، ويبدا ان هو يحكي لك. كل دي حاجات ممكن تفتح مواضيع، كل دي حاجات ممكن تخلي الكلام ماشي كويس. جربهم وقول لي في التعليقات ايه اللي نافع معاك، واحكي لنا تجربتك لما انت جربت الحاجات دي. وكالعاده ادعي لي.